كنا واقفين في البلكونه كده انا واخويا ومرات اخويا ومراتي وكلنا وعيالي يعني. فلقينا مظاهره بقى بالليل بقى، ارحل ارحل يا مبارك ارحل يا مبارك، وماشيين في شارع احمد زكي. فوقفنا في البلكونه عادي بقى يعني زي ما الناس كلها واقفه في البلكونه. فوالدتي قالت لها انا هجهز لكم العشاء. قالت لها خلاص يا ماما جهزي العشاء ماشي. وقفت انا وهي في البلكونه. فلما وقفت في البلكونه انا وهي كان ضرب النار بقى اشتغل على الناس اللي بتقول لك ارحل يا مبارك ارحل يا مبارك. هم كانوا خايفين يروحوا اسم المعادي عشان يولعوا فيه يعني. فالتأمين بتاع المعادي بقى راح خارج ضرب نار وموت ناس كتيره في الشارع هنا. وجت طلقه في بنتي، جت لها هنا الطلقه، فخدتها من هنا ورحت مستشفى البركه. مستشفى البركه قالوا له روح القوات المسلحه. فرحت القوات المسلحه وقعدنا بتاع 2.5 ساعة في القوات المسلحه. جم قالوا لي انت بنتك اتعشت. ماتت. بس لو بنتي في موتها هتصلح وتنهي على دولت على الفساد اللي في البلد ده انا موافقه. روح بنتي، لكن بنتي دمها يروح حضر كده طفله ولا ليها حول ولا قوه. اول فرحتها دي.